سلام الله عليكم غالياتي. أول شيء نبدأ دائما بالصلاة والسلام على حبيبي رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدي النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم جبت لكم البنات كما راكم تشوفوا طبق بزاف بنين يشهي، هي شخشوخة الظفر تاع ناس الشرق بالبقري. نبداو. أول شيء أنا جبت كما راكم تشوفوا الدوارة تاعي، نقيتها مليح، قطعتها طرف، حطيتها في لاكوكوط تاعي، ضفت لها دركا لي زيبيس تاعنا اللي هما طماطم، الهريسه هذه درت بوفرجوخ تاعي البنات اللي درتو في القناه تاعي، ملح، فلفل اسود وشويه تاع زيت، ونحطها تقلى على نار متوسطه. كما راكم تشوفوا انا درت البصل والثوم والطماطم في الكحل، يعني نورمال كما تديري البرمه تاعك تحطيها تقلى كما راكم تشوفوا مليح على النار حتى تقلى لي مليح. من بعد نمرقوا نورمال البنات. شوفوا كي تقلات، وصفه بزاف بنينه، تجي بزاف بنينه، نتمنى لكم تجربوها. وما تنساوش لي زابوني تاعكم البنات اللي ماشي مشاركه تشارك فضلا وليس امرا. بعد ما مرقتها كما راكم تشوفوا نقفل على كوكوط مده ساعه ونص حتى يطيب لنا الطيب الدواره تاعنا. نروحوا دوكا من جهه اخرى. كما راكم تشوفوا انا قفلت الكوكوطه تاعي كما قلت لكم. نجيب الشخشوخه تاعي البنات، هذه هي شخشوخه تاع الظفر، انا دوك نحطها في القناه، انا نديرها في الدار البنات بيديا، تجي والله ما شاء الله روعه. نتمنى لكم تجربوها. دوك نحطها في القناه، ندير لها شويه زيت ونحطها تفور البنات كما راكم تشوفوا. بعد ما فارت لي التفويره الاولى نحطها نبخها بشويه تاع ماء، نبخو شويه تاع ماء ونحركها بيديا ونخليها تشيح. يعني بزاف اللي يعرفوا هذه الطريقه، تعرفي يعني تعبدوا الشخشوخه، الناس كل يعرفوا يعبدوا الشخشوخه. كما راكم تشوفوا هكا نبخها غير بيديا بالماء ونحركها بصباعي ونحطها تشيح لي. كما راكم تشوفوا هكا غير بصباعي ونخليها تشيح. نتمنى لكم تجربوها البنات، والله تجي بنه تجي روعه في البنه. حركها مليح وخليها تشيح من جهه. كي تشيح لي البنات نزيد نحطها تفور المره الثانيه. وصفه سهله وسريعه، جربوها البنات تجي بزاف بنينه بزاف، خاصه تاع ناس الشرق بزاف يديروها ناس الشرق مشهورين بها، خاصه بالدواره هذه تاع البقري تجي بنه على بنه. خليها دوكا تشيح كما راكم تشوفوا البنات. ما تنساوش الدعم تاعكم البنات بزاف يفيدني، خاصه لي كومونتير تاعكم بزاف يفيدوني. بعد ما شاحت نحطها دركا زيت فورلي المره الثانيه. نتمنىكم تجربوها وتحطوا لي في لي كومونتير تاعكم كيفاه تجيكم. اللي ما يعرفش هذه الشخشوخه دوك نحطها في القناه تاعي كيف نخدمها في الدار، هذه المفته هذه دوك نحطها تفور. انا حليت على البربه تاعي، نحيت هذيك الدواره، شوفوا كيفها طيب الله يبارك ما شاء الله. زبده يا البنات زبده. نحط درك المقله ونقليها، لازم تقليوها البنات ما يعطيكم يعني ذوق ما شاء الله. كي تجيك مسوسه زيدوا لها شويه ملح، نحطها تقلى. دوك نحي هذيك الشخشوخه تاعي ما فارت، ندير لها الزبده ونقيها البنات ماكش ما شعر ولا هكا غبار، ندير لها المرق تاعها ونحطها على نار تهز الغليه ونغسلها في النار ونغطيها نخليها طيب بعقلها في غرضها البنات. كما راكم تشوفوا هكا هاي وجدت، يعني شوفوا ما شاء الله تجي ما شاء الله. غطيها ونخليها تربوزي. من بعد نحطوها في صحن التقديم كما راكم تشوفوا. شوفوا هذيك الدواره اللي قليتها البنات والله تجي ما شاء الله يجي بنين بزاف. يعني انا ولاتي ديما ياكلوها، يعني يخلصوا الصحونه تاعنا تفاصيل نحسوهم. شوفوا شكلها النهائي. نتمنى انكم تجربوها تجي بزاف بنينه. ما تنساوش البنات لي جيم ولي كومونتير ولي مش ابوني البنات. قناتي فيها بزاف اشياء تفيدكم ان شاء الله تنفعكم. شوفوا يعني شكلها جميل رائع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.